حلوين؟ الحمد لله. مرحبا، يعني كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ اليوم قصتنا قصة الأسد ملك الغابة والفأر الصغير. يحكى أن الأسد ملك الغابة وأقوى سكانها كان ذات يوم نائما. عندما بدأ الفأر صغير يعيش في الغابة نفسها بالركض حوله والقفز فوقه وإصدار أصوات مزعجة اسمعوا، مما أقلق نوم الأسد ودفعه للاستيقاظ. يعني كان الأسد في يوم من الأيام نايم، إلا فجأة فأر من الغابة صار يركض ويجري حوالين الأسد، فإيش أزعج الأسد. وعندما قام الأسد من نومه كان غاضبا. كان الأسد معصب كتير. عن ايش القصة اليوم؟ عن الأسد والفار. واكتشف بدأت قام الأسد من نومه كان غاضبا، فوضع قبضته الضخمة فوق الفأر وزمجر وفتح فمه ينوي ابتلاع الفأر الصغير. صاح الفأر عندها بصوت يرتجف من الخوف، راجيا أن يعفو الأسد عنه، وقال: سامحني هذه المرة، سامحني، ولن أعيدها يا ملك الغابة، وأعدك ألا أعيد فعلتي هذه مجددا، وألا أنسى معروفك معي. وكذلك أيها الأسد اللطيف، فمن يعلم، فلربما أستطيع رد جميلك هذا يوما ما. فلما عصب الأسد من الفأر، الفأر حكى له: سامحني يا ملك الغابة، لن أعيد فعلتي مرة أخرى. صار يطلب منه وكان برتجف من كتر الخوف. ضحك الأسد من قول الفأر وتساءل ضاحكا: أي معروف يمكن أن يقدمه فأر صغير مثلك لأسد عظيم؟ وكيف يمكنك مساعدتي وأنا الأسد ملك الغابة وأنت الفأر الصغير؟ قرر الأسد أن يطلق سراحه لمجرد أنه قال له ما أضحكه. يعني الأسد راح عفى عن الفأر، لأنه الفأر حكى كلام يضحك الأسد، فخلص عفى عنه. فرفع قبضته عنه وتركه يمضي في شأنه. مرت الأيام ومرت الأيام إلى أن استطاع بعض الصيادين مرت الأيام على تلك الحادثة إلى أن استطاع بعض الصيادين المتجولين في الغابة أن يمسكوا بالأسد وربطوه عند الشجرة. فربطوا الأسد عند الشجرة، ثم انطلقوا ليحضروا عربة كي ينقلوا الأسد فيها إلى حديقة الحيوانات. وعندما كان الصيادون غائبين يبحثون عن العربة، مر الأسد الصغير عند الشجرة، فرأى الأسد مربوطا بها وقد وقع في مأزق لا يحسد عليه. فقام الفأر الصغير بقدم الحبال التي استخدمها الصيادون لتثبيت الأسد وأسره، حتى قطع تلك الحبال جميعها محررا الأسد. ثم مضى الفأر بعيدا متبخرا، فحرر الفأر الأسد وعض الحبال إلى انفك الحبل، وهو يقول بكل سعادة: نعم، لقد كنت محقا. يستطيع فأر صغير مساعدة أسد عظيم مثلي، فالمرء يقاس بفعله لا بحجمه، ولكل منا عازته في هذه الحياة. فإيش نتعلم؟
إنه كل حيوان أو كل إشي في الدنيا إله استخداماته. وإنه مش الحجم، إنه الحجم الأكبر ليس الأقوى دائما. حلوة القصة ولا فتفوتة؟ حلوة بس صغيرة. حلوة بس صغيرة. طب شو استفدتوا منها؟ إنه ما نتقتلش ولا نكذب. طب تعلمنا برضو إنه حتى لو كان حجمنا صغير إلا إنه إلنا فايدة في الحياة. الإشي أيوة الأفعال مش على قد أنت صغير ولا كبير. يعني كان الأسد كتير كبير والفأر كتير صغير، ولكن الفأر إيش ساعد الأسد وحرره من إيش؟ من الصيادين، صح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صار حبيبه. كبري الفأر كبري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.